السلام عليكم. ايه رأيكم النهارده نعمل جلاش بدون ما نورق ورقة ورقة ولا ياخد معانا وقت ولا كمان مجهود؟ في اقل من 3 دقايق هيكون جاهز معاكم احلى جلاش هتجربوه. ما شاء الله، مورق دايب ذوبان وطعمه حلو جدا وينفع لكافة الحشوات او حتى سادة هيكون في منتهى الجمال كمان. عايزة افكركم ان احنا عملنا مع بعض على القناة وصفات حلوة جدا من الحلويات الشرقية، كانت زي الحلواني واحلى بشهادة كل اللي جربها، وان شاء الله مكملين في وصفات تانية كتير. بس يلا نشوف طريقة النهارده مع بعض ونشوف المكونات وان شاء الله هتعجبكم. وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايكات كتير قوي عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. في البداية هنبدأ في تحضير الشربات، لأن شربات الجلاش لازم يكون بارد تماما قبل الاستخدام. فاستخدمت كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية، نفس الكوباية اللي بنعاير بيها السكر هي اللي بنعاير بيها المية علشان الشربات مقاديره تكون مظبوطة. بالنسبة لسمك الشربات بيكون متوسط، يعني ما بيكونش تقيل زي بتاع الكنافة ولا حتى خفيف زي بتاع البسبوسة. بعد كده هنضيف عصير نص ليمونة أو مثلا معلقة كبيرة من عصير الليمون، نقلب في المنتصف ومنحاولش إن السكر يطلع على الجوانب علشان ما يسكرش أثناء التسوية. وبمجرد ما يتحرك مش لازم يدوب هنرفعه على النار. في البداية النار بتكون شغالة على العالي، أول ما بيبدأ يغلي الشربات نهدي النار وتسيبه تقريبا 8 دقايق. في آخر دقيقة بس نضيف باكت من الفانيليا، هيدي ريحة حلوة جدا للشربات وكمان طعمه هيخلي الجلاش زي الجاهز وأحلى مليون مرة. ونسيبه يبرد تماما. بعد كده هنحضر كمية الجلاش اللي هنعملها. أكيد الكمية على حسب الرغبة. أنا هنا معايا لفة من الجلاش الوزن بتاعها بيكون 500 جرام على الميزان، تقدروا تستخدموا الجلاش اللي هو متوفر عند أي سوبر ماركت أو حتى عند الكنفاني. الجلاش هنجيب لفة زي ما هي بأي عدد طبقات، يعني ساعة 10 11 12 مفيش مشكلة. ويفضل ان الجلاش بتاعكم يكون طري علشان يديكم نتيجة كويسة بعد كده. ما شاء الله هتشوفوا النهاردة اسهل طريقة للجلاش ممكن تورقوها بيها، وكمان بأسهل طريقة تشكيل. هناخد طبقات الجلاش زي ما هي كده او لفة الجلاش زي ما هي. الحجم بيرجع على حسب الرغبة، حابين الحجم مربع مستطيل يعني صغير كبير مفيش مشكلة. أنا عملته حجمه كان متوسط. بناخد الطرف بتاع الجلاش بنتنيه على بعض بحيث إن تبقى فيه قاعدة وفيه وش من فوق بالشكل ده. وبعد كده بنحضر سكينة، يفضل إن هي تكون حامية علشان ما تهريش معانا الجلاش، ونبدأ إن احنا نقطع بالطريقة دي. تقدروا تضغطوا ضغطة واحدة أو تسحبوا على الآخر لو الجلاش ما شاء الله طازة وما بيتقطعش معاكم. متخيلين ان احنا كده خلصنا تشكيل اول صف بس كده بدون توريق ولا اي حاجه. نركنه على جنب او نسلك مثلا لو في حته مش مقطوعه ولا حاجه، ونشكل باقي كميه الجلاش بنفس الشكل بالظبط. زي ما قلت لكم الجلاش بتاع النهارده ما شاء الله بيكون مورق جدا، فده بيرجع على حسب عدد الطبقات وعلى حسب الكميه. فحابين تضاعفوا الكميه اكتر من كده هيبقى تمام، بس مش بنحط لفتين جلاش على بعض. اكيد بنعمل كل لفة لوحدها بنفس التشكيل كده، بنتني كل طرف على التاني بحيث ان تبقى فيه قاعدة وفيه وش من فوق. وتقدروا تحشوها على فكرة اي حاجة، يعني تنفع لكافة انواع الحشوات، كنافة، مكسرات، جوز الهند، بس بسبوسة تسيبوها سادة كده. ففي كل الحالات احلى جلاش هتجربوه. حبيت ان انا اعمله سادة وكان اختيار موفق جدا الحقيقة، لان الجلاش ما شاء الله كان مقرمش ومورق ودايب ذوبان ومش محتاج اي حشوة تانية، وفي نفس الوقت بيكون سريع واقتصادي احسن من ان احنا لسه هنحضر حشوات، فده ينفع في الازمات جدا. هنا بعد ما شكلت كل كميه الجلاش حاولوا ان انتوا الاحجام تكون قد بعضها. الموضوع فلت مني شويه وما كانتش الاحجام قد بعضها بالظبط، بس عادي ده مش هيفرق في حاجات كتير او مش هيفرق حتى في التسويه. حضر الصينيه او الصاج اللي هنستخدمه للتسويه. الصاج ده ما شاء الله 30 في 40 فبيشيل لفتين من الجلاش. انا حضرت لفتين على فكره مش لفه واحده، بس شكلته معاكم لفه واحده عشان البودة. حضرت الصاج ودهنته بشويه من السمنه السايحه، وتقدروا ما تستغنوا عن الخطوه دي لان احنا لسه هنضيف الماده الدهنيه فمش لازم ندهن الصاج ولا حاجه، بس انا مش عارفه عملت ليه الخطوه دي. وبعد كده بنرص كل طبقات الجلاش او عفوا كل قطعه من الجلاش احنا شكلناها مع بعض بالشكل ده. الجلاش من الحاجات اللي ما يلزقش في بعضيه نهائي، يعني مش لازم تراعوا المسافات او تبعدوه عن بعض، بتحطوه جنب بعضيه، بس خلوا بالكم ان الاطراف الجلاش ما تجيش على بعضيها علشان ده هيمسكها في الفرن وهيساعد ان هي ما تتورقش. بس كده الجلاش من الحاجات اللي ما ينفعش يدخل الفرن بدون ما يتقطع، يعني لو قطعناه بعد التسوية فهيتكسر معاك وهيتفتفت، فلازم نقطعه بالشكل ده. نحضر سكينة تكون حامية، وزي ما قلت لكم الحجم بيرجع على حسب الرغبة. الحجم اللي انا عملته اول حاجة قسمت ورقة الجلاش بالنص وكل نص قطعته ل3 قطع بالطريقة دي، وده كان ما شاء الله حجم متوسط. تقدروا تعملوا حجم اصغر من كده او اكبر من كده مفيش اي مشكله. بما اننا ما ورقناش الجلاش ولغايه دلوقتي ما ضفناش اي ماده دهنيه،
حضرت كوباية كبيرة من السمنة، سعة الكوباية 200 جرام، وبنشرب كل كمية الجلاش بالشكل ده. السمنة شرط ان هي ما تكونش سخنة ولا تكون مرملة او متماسكة، علشان عايزين ان الجلاش تتغلغل فيه السمنة، علشان ده اللي هيساعد ان الجلاش ما شاء الله يطلع مورق جدا معانا بعد التسوية. وما تقلقوش لانه من الحاجات اللي ما بيتشربش مادة دهنية، يعني حتى لو المادة الدهنية كانت زيادة تقدروا تصفوها بعد التسوية، مش هيحتفظ بيها ولا حاجة. بس لو قللنا في المادة الدهنية مش هيطلع معانا مورق شوية، فضيفوا الكمية المطلوبة وصفوا الباقي بعد كده. بالنسبة للمادة الدهنية، أحلى حاجة أو أحسن حاجة نستخدمها للحلويات الشرقية هي السمنة، بتدي طعم ممتاز، وكل ما كانت جودتها كويسة أكيد هتخلي طعم الحلويات أحلى وأحلى. لكن لو عايزين تعملوا ميكس بين السمنة والزبدة، وده هيساعد إن الجلاش يكون طري نسبيا، تمام. لو حابين تضيفوا كمان زيت بيرجع على حسب الرغبة. هنا الجلاش كان جاهز على التسوية. بالنسبة لتسوية الجلاش ندخله فرن ساخن مسبقا في الرف الوسطاني، النار بتكون شغالة على 180 علشان الجلاش مش يورق بس، لا ده عايزين القلب بتاعه يستوي وميكونش فيه القطمة بعد كده ويكون دايب. أول ما بياخد اللون المطلوب من تحت نشغل الشواية ياخد كمان اللون المطلوب من فوق. واول ما بيطلع من الفرن هو بيكون لسه سخن والشربات بارد تماما زي ما قلت لكم، وبتضيف كل كميه الشربات. الشربات برضو الجلاش من الحاجات اللي مش بيمتص سوائل زياده عن ما هو عايز، يعني تقدروا تضيفوا كل الكميه وبعد كده تصفوا الزياده عادي جدا، او على حسب الرغبه، حابين ان الجلاش بتاعكم يكون فيه نسبه كبيره من الشربات او لا. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، لو انتوا حابين ان الشربات بتاعكم او عفوا الجلاش بتاعكم يكون فيه طراوه، يبقى خلوا الشربات دافي. لكن لو حابين ان هو يكون فيه القرمشه ودايب كده، يبقى الشربات يكون بارد تماما. شايفين ما شاء الله احلى جلاش هتجربوه. زي ما شفتوا 3 دقايق هيكون جاهز معاكم، سهل وسريع بشكل مش طبيعي، بدون ما نورق ورقه ورقه، وما خدش مجهود نهائي. ولو هنتكلم على جمال التوريقه فما شاء الله هنتكلم للسنه الجايه، جلاش مورق بشكل مش طبيعي، وزي ما شفتوا كده من غير ما نورق نهائي. عايزه اقول لكم بكل ثقه ان الجلاش بتاع النهارده ينافس الجاهز بجداره، يعني لو جربتوه بالطريقه دي مستحيل تشتروه ابدا من بره. بس وكده كان فيديو النهارده، اتمنى طريقته تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا رايكم. ولو اول مره تشوفوا القناه بتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو بتشوفوني على الفيسبوك لايك وشير لو عجبكم الفيديو. شكرا جدا لمتابعتكم، سلام عليكم.